لا يجب أن تقارن بداياتك بنهايات الآخرين. هذا بدأ وتعب واجتهد وله ظروفه والله وفقه، لا يجب أن تقارن هذه بهذه. ولذلك يقول ابن القيم، يقول والوصول إلى المطلوب مقرون بهجر العوائق. عاداتك أنت تسويها خلاص، الآن أنت الآن يعني كبرت، أنت الآن مسؤول نفسك، أنت الآن عيب تأخذ من أبوك ولا تأخذ من أحد ولا تتسلف ولا انطلق واشتغل وابدأ وابذل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن يأخذ أحدكم حزمة حطب فيشتري بها خير من أن فيحتطب بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. لا، أن تنظر لنفسك نظرة مختلفة. يجب أن تنظر أنك الآن لست عبئا ولا يجب أن تكون عبئا. إذا نظرت بهذه الطريقة لا اشتغل لو بأي شيء. مش مهم هتوصل امتى، بس ستيل تبقى فوكس على اللي انت عايزه. إذا أردت أن تتطور، مين أصحابك اللي بتقعد معاهم؟ إيه مقاطع الفيديو اللي بتتفرج عليها؟ إيه الأفلام اللي بتشوفها؟ إيه الكتب اللي بتقراها؟ بتسمع لمين وبتسد ودانك عن مين؟ استبدل الراء بعين، فعليك أن تتطوع. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو أنت. فعمرك ما هتنجح غير لما تجرب وما تخافش. ما تخافش من حاجة، ما تخافش من أحكام ناس، ما تخافش من أي حاجة، ما تخافش من مرض، ما تخافش من كل حاجة. هتخلص نفس النهاية. كل ما زادت مهاراتك زادت حاجة الناس إليك وزاد استغناؤك عن الناس. إنجليزي أعرف إنجليزي، تقنية أعرف تقنية، مطر وسيول وسحاب أعرف، تاريخ ومدري أعرف، ما أحتاج أحد. لكن لو ما أعرف، كلما نقصت مهاراتك زادت حاجتك للناس وزاد استغناء الناس عنك. يعني مثلا لو جيت أشوف أنت بتعمل إيه مثلا على التيك توك بالليل، هلاقيك بتفرج على الراجل اللي بينظف السجادة ده، اللي بيقعد ينظف السجادة ايوه والراجل اللي بيقعد يرمي ازايز تتكسر من على السلم. فمستني المنسف بتاعتك تبقى عامله ازاي. فانت لازم تدرب الالجوريزمز بتاعتك على السوشيال ميديا. اي حد بيقول حاجه سلبيه شيل. وليه لازم نجاحي يبقى مرهون بان انا بنتقم من حد؟ انا بنتقم من مين؟ ما حدش مهتم سواء نجحت او فشلت. يعني انا كان ابويا يقولها لي كلمه كانت تعصبني زمان والله، بس لما كبرت اكتشفت حقيقتها. يا معلم، اذا نجحت فانت نجحت لنفسك، اذا ذاكرت لنفسك، واذا فشلت لنفسك. انا نفسي الجيل الجديد يدرك هذه الحقيقه ببساطه شديده. الشخص الوحيد المستفيد من نجاحك هو انت، والشخص الوحيد المتضرر من فشلك هو انت برضه، والشخص الوحيد اللي ممكن بشكل او باخر يتكيف من فشلك هو انت برضه. انت قاعد على الفيسبوك بت6 7 ساعات بتعمل ايه؟ بتهبب ايه؟ تخلص فيسبوك تفتح انستجرام، تخلص انستجرام تفتح تيك توك، تفتح يوتيوب. انت عايز ايه؟ ما تخلص قول انت عايز ايه؟ انت مش عارف انت عايز ايه؟ انت مش فاضي غير للترندات، مش فاضي غير مين اتجوز ومين طلق، مين دخل جول في مين، ده راح يلعب في نادي ايه. هو ده اللي انت بتفكر فيه، وترجع تقول مفيش وقت، وترجع تقول الدنيا بايظه معايا. خلي بالك الايام اللي احنا فيها دي، اللي مش هيركز هيتفرم. وانت عندك 20 سنه غير لما يبقى عندك 30 سنه. في حاجه اسمها شغف. الشغف ده بيروح، ولو راح مش هتعرف ترجعه تاني. انت مش هتموت، انت هتعيش، بس هتعيش مالكش لازمه. هتعيش تخدم الناس، هتعيش عشان ده يديك ال50 جنيه وال100 جنيه، هتعيش على المصالح، مش هيبقى ليك كيان. وما تقوليش اصل الدنيا مختلفه والدنيا صعبه. يا عم ده اللي مرمي في الصحراء، لو في مجموعه اترمت في صحراء 10 شباب، 4 منهم قعدوا قالوا ما انا كده في صحراء، هعمل ايه في الصحراء؟ هيموتوا. انما اللي هيقوموا وهيمشوا في الصحراء، تخيل انت ماشي في الصحراء بلا هدف وانت عارف ان انت مش هتحقق حاجه. انا ماشي في الصحراء بس اخد بالاسباب، هم دول اللي هينجوا، مش العته اللي انت بتعمله. هتتفرم، والله لا تتفرم. الرحله اللي انت خايف تبداها دلوقتي ممكن تكون من انجح الرحلات في حياتك. خليك عارف ان ربنا عمره ما هيزرع جواك فكره الا لو عارف انك قدها وتقدر تنفذها. عشان كده اتوكل على الله وابدا.